بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. عملت لكم النهارده فينو الافران الناجح الهش المرتفع الطري. شايفين قطني وجميل قد ايه؟ ما شاء الله، بجد في منتهى الجمال وناجح جدا ما شاء الله. استوي كويس. سر بقى العجن، سر التسويه المظبوطه، ازاي طلعوه بالدرجه الجميله دي. انا عاملاه شويه محمل عشان ده لولادي، فانا عاملاه شويه ما شاء الله سميك. انتوا طبعا ممكن تعملوه رفيع زي اللي بتشتروه من بره. وطلعت لكم طبعا قلبه عشان تشوفوا هو قد ايه محمل، بس مستوي وهش وجميل زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، بجد يجنن. ممتازه الطريقه دي. طبعا احنا ممكن نعمله بنفس الشكل ده كده، بس الضعف. يعني الساندوتش ده هنقسمه على 2. شايفين انا بضغط عليه بيرجع ويديني نفس الفوليوم بتاعه اللي كان في الاول. يلا نبدأ ونشوف عملناه مع بعض ازاي. هنسمي الله وننزل بكوبايتين كبار من اللبن الدافي. اللبن لازم يبقى دافي عشان يتفاعل مع الخميرة بسرعة. بما انه لبيتنا وولادنا نستخدم لبن، ممكن نستبدله بمية تدينا نفس النتيجة بالظبط، بس الاختلاف في القيمة الغذائية بتبقى أعلى. 3 معالق كبار من السكر، نص معلقة من الملح، وبعد كده هنزل ب2 باكت من الخميرة الفورية. عشان كده قلت لكم اللبن لازم يبقى دافي عشان يتفاعل بسرعة. طبعا احنا لو نستخدم نص الكمية، نص كيلو دقيق، هناخد باكت واحد من الخميرة. بما ان انا هستخدم الكيلو كامل فهنزل ب2 باكت. 3 معالق كبار من الزيت، اي زيت بيور عندنا، وهقلب وهغطي عليه. وبعد 10 دقايق ابتدى يطلع البابلز الفقاقيع دي، معنى كده ان الخميرة بتاعتي ناجحة 100%. بعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. انا بستخدم نوع فارينو، ده ممتاز جدا، متعدد الاغراض، وبصراحة ناجح جدا في المعجنات. وبعد كده هنزل بالكوباية الأخيرة من المية. ممكن استخدمها لبن، تستخدموها مية as you like. وبعد كده هبتدي أعجن كويس جدا بقى. يعني المرحلة دي بتاعت العجن. خلاص لميت الدقيق بتاعي مع السوائل، وهبتدي أعجن بإيدي وانزل لتحت كده بالشكل ده. اوكي. وبعد ما عجنت هنزل ب3 مكعبات كبار أو 4 من الزبدة درجة حرارة الغرفة، وهلم العجينة بالشكل ده. ما شاء الله بقت طرية وقطنية، وايدي خلاص مبقاش يلزق فيها حاجة زي ما انتوا شايفين كده. العجينة بقت تمام جدا. اول ما العجينة تبتدي ما تلزقش في صابعك، اعرفي ان هي خلاص اتعجنت كويس واتخدمت وخدت حقها. وخرجتها لك بالشكل ده عشان تشوفي قد ايه هي ملمسها طري ناعمة ان شاء الله، ما بتلزقش في ايدينا، واكبر دليل على ان هي ناجحة معايا. هنزلها تاني في البولة بالشكل ده، وبعد كده هضيف لها حاجة بسيطة قوي من الزيت عشان اغطي السطح بتاعها كده، وبستريتش ريب هغطيها كويس وادخلها مكان دافي. انا عن نفسي بفتح الفرن لمدة 10 دقايق وبعدين اطفيه تاني وادخل فيه اي معجنات عشان ما تاخدش وقت من التخمر. ما شاء الله بجد في منتهى الجمال، ناجحة جدا. هبتدي اشيل الاسترتش من عليها، وهتعامل بقى مع العجينة بتاعتي. بصوا قد ايه طرية وقطنية جميلة جدا. هنزل بيها بقى على اي سطح كده عشان ابتدي اتعامل عليه، وبايدي كده هبتدي المها يمين وشمال. انا مش هعجن لان هي اوريدي خدت حقها في العجن، انا بس هكورها عشان اعرف افردها واقطعها كويس جدا. وبعد ما عملتها كده هقطعها نصين بالشكل ده كده. هنا هحاول ان انا اقطعها اجزاء متساويه، وهعملهم اسطوانات كده وحاجه على الطرف، واقطع الحجم اللي انا عايزاه. انا عاملاه المره دي محمل شويه، انما انا ممكن القطعه دي اقطعها على قطعتين. هجهز الصاج اللي انا هخبز فيه، وهبطنه بطبقه كده من ورق الزبده. ممكن ما تبطنهوش عادي خالص، وهناخد واحده واحده. طبعا بعد ما سبتها تريح بتاع ربع ساعه وغطيتها بحاجه عشان ما تطلعش قشره، هفردها دايره. وبعد كده هلفها بالشكل ده، وهقفل بعد كده اخر طرفين بالطريقه دي كده. هلزقهم في بعض واضغط، والاحرف من فوق ومن تحت، وبكده بقى جاهز معايا. ممكن طبعا ابططه شويه كمان، الفه زي الرول كده واطول الحجم بتاعه زي ما انا عايزه. هجيب واحده تانية اعملها معاكم، هبططها وافردها بايدي كده، مش محتاجه بقى نشابه ولا الحوارات الكتير اللي بتتعمل دي. اول طرف بس اللي بضغط عليه بالشكل ده، وبعد كده برولها عادي خالص بالشكل ده كده. وهقفل بنفس الطريقه، اضغط على الطرفين الاخرى والطرف اللي تحت واللي فوق. وممكن ايوه اضغط عليها بالطريقه دي كده، واطول بقى اتحكم في سمك الرغيف بتاعي زي ما انا عايزه. بس انا المره دي زي ما قلت لكم عاملاه محمل تخين شويه كده وقصير. انا عاملاه لسندوتشات ولادي وعجبهم جدا. عايزه اقول لكم كلوه حاف من كتر ما هو طعمه، الطعم الداخلي نفسه حلو، لبن وسكر، وطعمه في منتهى الجمال. وبنفس الطريقه كملت بنفس الشكل كده.
أسهل حاجة ممكن تتخيلوها في حياتكم إنكم تعملوا عيش فينو، مفيش أسهل من كده. هو كل الحكاية والتركاية إنكم تديله حقه في إن هو يختمر وياخد وقته عشان يرتاح ويسهل عليكم عملية الفرد، وكمان يديكوا في الآخر النتيجة المطلوبة إنه يبقى مرتفع كده وهش ومستوي كويس. شايفين مفيش أسهل من كده يا جماعة، مش محتاجة أشرح بصراحة، أنا مش قادرة أتكلم، الصورة والفيديو بيتكلم. شايفين سهلة قد إيه؟ ما شاء الله. اضغطوا بقى عليه، رولوه زيادة، عايزين تطولوه شوية أوكي، عايزين ترفعوه، دي كل الحاجات دي بتاعتكم انتوا. وبكده جهزنا الكمية بالشكل ده. شايفين الرفيعين دول ده آخر حاجة أنا نزلتهم في الصاج، يعني اللي في الأول المنتفخين دول خدوا وقتهم عشان كده اتخمروا شوية، ابتدى العيش ما شاء الله يدينا الفوليوم. شايفين بعد بالظبط ربع ساعة ابتدى يديني القوام ده، يعني المطبخ عندي كان دافي، فما شاء الله ما خدش وقت في ان هو يختمر ويرتفع معايا ويبقى في الشكل الجميل ده. تعالوا نشوف الخلطة اللي هندهنها للعيش عشان تدينا الدرجة اللي احنا شفناها مع بعض. معلقتين لبن عادي، معلقتين لبن باودر، مكعب من الزبدة. طبعا بعد ما سيحتها ببتدي اقلب كل ده كله كويس جدا بالفرشة اللي هدهن بيها. اوكي، ورايح جاي كده وهدهن كل الكمية بتاعتي بالشكل ده. طبعا في ناس بتدهن بتدي صفار بيضة عشان تدي درجة العيش اللي هو بيبقى لونه محمر شوية. أنا مش محتاجة، على فكرة اللبن هيديكوا درجة أجمل كمان من البيض بكتير، وكمان هيعفينا من حتة الزفريات أو الريحة بتاعت البيض. يعني البيض بيبقى ريحته شوية نفاذة، فأنا مش محتاجة إن أنا أضيف أي حاجة عشان تكسر الريحة دي. هو اللبن تمام جدا. معايا سمسم أبيض لأن هو لسه هيدخل الفرن فهيبتدي يتحمص ويدينا درجة جوه. بلاش السمسم المحمص عشان هيتحرق منكم. وبعد كده هكمل بنفس الشكل لحد ما العيش بتاعي بقى جاهز معايا ما شاء الله، اختمر لونه جميل. هبتدي اجهزه بقى عشان ادخله الفرن. لازم اسخن الفرن الاول تجهيز مسبق، وعلى نار متوسطة دخلتها وخرج معايا العيش جاهز بالشكل الجميل ده ما شاء الله، في منتهى الجمال. الخطوة دي بقى مهمة جدا جدا. لازم اجيب بولة فيها شوية مية، وبايدي بطرف ايدي كده ببتدي احط ايدي في البولة وارش كده او ابخ كده على العيش بالشكل ده. طبعا لو عندنا بخاخ هيبقى افضل بكتير ان احنا نديها كده سبراي بسرعة، وبعد كده بغطيها بفوطة وبسيبها نص ساعة كمان. وبعد نص ساعة أنا عايزة أقولك أنا بضغط على قطن قطن يا جماعة، والله بجد بينزل لتحت جدا وبيرجع تاني يدينا نفس القوام مرة تانية. وده أكبر دليل إن العيش بتاعنا ناجح، لونه جميل جدا، ريحته بجد مغرقة الدنيا. ريحة المخبوزات طبعا بتبقى حلوة جدا في البيت وبتدي كده بركة في كل حاجة. ما شاء الله العيش بتاعنا ناجح جدا، مرتفع وهش وقطني زي ما انتم شايفين. لازم تجربوه وتقولوا لي. للأسف الفيديو انتهى. كانت معاكم صبا العريشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.